تعالى اقول لك الغلطه اللي بتخلي 90% من الناس تسيب الجيم بعد اول شهر. الحقيقه ان اغلب الناس بيدخلوا التمرين وهم مفضيين من البنزين، يعني جسم ما عندوش اي طاقه كافيه يشغل بيها العضلات. طب والنتيجه؟ الجسم بدل ما بيحرق دهون بيبدا ياكل من العضلات نفسها، وده اللي بيخلي التمرين بيبقى مرهق جدا ومفيش اي تطور. الدراسات بتاكد ان الاداء الرياضي بيتاثر بشكل مباشر بالوجبه اللي قبل التمرين، ولو الجسم ما دخلوش طاقه سريعه قبل التمرين بنص ساعه او ساعه الا ربع الاداء بينهار. الحل بسيط، 3 خطوات. اول حاجه موزه ونص معلقه عسل ابيض بيديني جلوكوز لان هو بيوصل بشكل اسرع للعضلات. تاني حاجه كوبايه ميه مع رشه ملح بسيط بتعوضني على الاملاح ومنع شد العضله. وتالت حاجه 5 دقائق تنفس عميق هيديني تهيئه للجهاز العصبي وزياده الاكسجين. او ممكن قهوه مع حبيتين تمر او موز او حتى فول سوداني. والنتيجه طاقه اعلى، تركيز اقوى، وتمرين اطول بيديني ضعف النتائج. وطبعا دخولنا بنسبه البروتين مناسبه طول اليوم خاصه بعد التمرين لعمل الاستشفاء والبناء العضلي. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اشوفكم في فيديو